بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها أمين. أهلا بكم في برنامج إيركياك، الحلقة السادسة من طيارة التسبيح اللي تحلق بينا إلى فوق. في الحلقة دي هنعرف طرق التسبيح المختلفة. في هناك طرق تسبيح مختلفة أو طرق مختلفة للتسبيح في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. ممكن تكون طريقة التسبيح بالمرابعة. طريقة المرابعة دي هي الطريقة الأكثر شهرة والمعروفة، إن بيكون في خورسين أو مجموعتين مقابلين لبعض وبيردوا على بعض. هي مجاوبة صوتية، مجموعة بتقول ومجموعة ترد عليها. زي ما العادة هنقول مثلا: اشكر الرب لأنه صالح وخير الليل يا لن إلى الأبد رحمته. اشكروا إله الآلهة الليل يا لن إلى الأبد رحمته. مجموعة بترد ومجموعة بترد عليها. أو في طريقة التسبيح المنفردة، مثال ليها أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن، بيكون هو بيصلي صلوات منفردة والشعب بيرد عليه. ودي واضحة جدا جلية الوضوح في القداس. القداس أبونا بيقول وبيصلي والشعب بيرد عليه. وأوقات كتير بتكون برضو في التسبحة، ممكن يكون أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن بيصلي والشعب بيرد عليه. وفي طريقة المردات. طريقة المردات بيكون مرنم أو معلم أو أبونا بيقول والخورس يرد عليه بالمرد. مثلا في المديحة الكيهكية المعروفة: أنا افتح فيا بالتسبيح لسيدنا إيسوس بخريستوس وامدح مريم واصرخ وأصيح. يرد الشعب: السلام لك يا أم بخريستوس، بك يا زين البشرية رجعنا تاني إلى الفردوس بعد 5500. ويرد الشعب: السلام لك يا أم بخريستوس. دول كده الطرق المختلفة للتسبيح. في طريقة أخيرة وهي الطريقة الجماعية، ودي معظم الوقت تمارس في ختام الصلوات. زي ما نيجي نختم الصلاة نقول: أمين الليل يا زوكسا باتريك إيوك أجيوب نفماتي كينينكا إيكستوس أونستوني أونون آمين. فلنصرخ بصوت واحد قائلين. فده لحن بنقوله كلنا جماعة بصوت واحد، كل المشتركين في الصلاة بيقولوه بدون مرابعة. وأوقات كمان في لحن ختام التسبحة: أمين كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون يا الله ارحمنا. ده كمان لحن معظم الوقت بيتقال بصورة جماعية بشكل جماعي. بكده نكون اتعرفنا على الطرق المختلفة للتسبيح. 4 طرق: الطريقة الجماعية اللي هي فيها مرابعة، الطريقة المنفردة أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن وبيرد عليه الشعب، الطريقة الأخرى اللي بيبقى فيها الشخص بيقول أو المرنم بيقول وبيرد عليه الشعب بالمرد وهي طريقة المردات، والطريقة الجماعية اللي بتستخدم معظم الوقت في الختام. وهنا ونقول الختام: لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها آمين.